قد يبدو مشهد انفجار سد في الأفلام ساحراً، لكنه ليس كذلك في الحياة الواقعية، لأنه يتسبب في العديد من الخسائر المادية والبشرية. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي الحاصل في عصرنا الحالي، إلا أن بعض السدود لا تستطيع الصمود أمام الضغط الهائل للمياه. في هذا الفيديو سوف تشاهدون معنا حوادث انهيار 11 سد على المباشر. 10. خزان ساردوبا. أدى الانهيار المفاجئ لخزان الماء ساردوبا الواقع في شرق أوزباكستان لفيضانات في مناطق شاسعة على جانبي الحدود بينها وبين جارتها كازاخستان، ما أسفر عن غرق آلاف المنازل وإتلاف الحقول الزراعية، هو ما استدعى إجلاء 90,000 شخص لإبعادهم من التيارات الجارفة. انهيار السد جاء بعد أمطار غزيرة ورياح قوية ضربت أوزباكستان في 2 مايو من 2020، وبعدها اندفعت المياه بقوة وغمرت المدن والقرى التي كانت في طريقها. 9. محطة سايانو شوشينسكايا. في 17 أغسطس من عام 2009 حدث انفجار في محطة سيانو شوشينسكايا للطاقة الكهرومائية تسبب في مقتل 75 عاملا وإصابة 13، بالإضافة إلى خسائر مادية وصلت إلى 100 مليون دولار. وقد استنتجت تحقيقات الدائرة الاتحادية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي أن الإدارة الضعيفة والعيوب الفنية كانتا السبب في الكارثة، حيث حدث الانفجار بسبب توربينة عمرها 29 عاما تعرضت لاهتزازات مفرطة غير منضبطة. وقد أدى الانفجار إلى فتح بعض أبواب المخارج من النهر، عندها تسربت المياه بكميات كبيرة وغمرت المحطة. 8. سد بورتوريكو. أحدث إعصار ماريا الذي ضرب جزيرة بورتوريكو الأمريكية تصدعات بسد غواجاتاكا، وهو ما تسبب في انهيار ترابي عند جدار السد، وسمح بتسرب كميات كبيرة من المياه التي تسببت في فيضانات هائلة في منطقتي إيزابيلا وكويبرا ديلاس، لتتدخل السلطات لإجلاء المتضررين الذين زاد عددهم عن 70,000 وتم نقلهم إلى أماكن مرتفعة، في حين بقيت منازلهم مغمورة بمياه السد. 7. سد ميشيغان. أظهرت لقطات مصورة تم التقاطها في 19 مايو من عام 2020 لحظات انهيار سد في مقاطعة ميدلاند بولاية ميشيغان الأمريكية بعد موجة أمطار غزيرة وفيضانات شهدتها المدينة. وتظهر اللقطات تسرب المياه من أعلى السد الذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1924، وبعدها بدأت أجزاء منه بالانهيار لتندفع المياه بغزارة خلف السد. وقبل ذلك انهار سد آخر في المدينة ذاتها وأحدث هلعا كبيرا وسط السكان. ويعزو الخبراء سبب انهيار السدين إلى نقص عمليات الصيانة إلى جانب الضغوط التي يفرضها التغير المناخي. 6. سد روزا. تصور نفسك جالسا في منزلك والجو مشمس وفجأة تغمر المياه منزلك. هذا ما حدث بالضبط في بعض القرى التي تقع على النهر الممتد من سد روزا. السد انهار جزء من جداره بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، عندها اندفعت المياه بقوة وتسببت في فيضانات كبيرة، حيث غمرت المياه المنازل التي وجدتها في طريقها، كما اجتاحت الفيضانات الطرقات وحطمت الجسور لتشل بذلك الطريق، وتسببت في منع التنقل بين القرى القريبة من النهر لمدة يومين حتى تمكن عمال الصيانة من إعادة فتح تلك المسالك. 5. سد لاوس. في 2 يوليو من عام 2018 انهار سد في لاوس يقع في محافظة أتابيو في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع فيتنام بسبب أمطار غزيرة تساقطت في المنطقة على مدار 24 ساعة، ما أدى إلى اندفاع 5 مليارات متر مكعب من المياه، أي ما يوازي 2 مليون مسبح أولمبي، وإغراق 6 قرى.
وقد تسبب انهيار السد في العديد من الخسائر البشرية ومئات المفقودين. 4. سد برومادينو. في 25 من يناير من سنة 2019 انهار سد في منجم للحديد تملكه شركة فالي في بروماندينو بولاية ميناس جرايس في البرازيل، حيث أسفر عن فقدان المئات ومقتل عشرات الأشخاص. كما غمر سيل من الوحل السد والمزارع والمناطق السكنية القريبة والتي يعيش فيها عدد كبير من العمال، وأدى لتدمير المنازل والسيارات. وقد أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار السد بشكل مرعب ومفاجئ. 3. سد ماريانا. نبقى دائما في البرازيل، وهذه المرة مع سد ماريانا، لكن نعود 4 سنوات قبل هذه الحادثة. ففي سنة 2015 تسبب انهيار السد القريب من بلدة ماريانا بجنوب شرق البرازيل في تدمير بلدة بأكملها ومقتل نحو 19 شخصا. وقد تم إجلاء نحو 600 شخص إلى مناطق أعلى من قرية ماريانا، حيث أظهرت لقطات مصورة عشرات المنازل المدمرة جراء انهيار طيني. كما أن الفيضانات وصلت أيضا إلى قرية أخرى هي باركاتو دي بايشو، والتي تم إجلاء سكانها في آخر لحظة، لتصب بعد ذلك تلك الفيضانات التي قدر حجمها ب 42 مليون كيلو متر مربع في المحيط الأطلنطي. 2. سد أوروفيل. في سنة 2017 حدث ثقب كبير في منشأة تصريف الفيضانات بسد أوروفيل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب العواصف المطرية التي حدثت في ذلك الوقت، وتسببت بأضرار جسيمة في أقنية السد، مما أعاق الإفراج الآمن للمياه، وأدى إلى فيضان مياه غير متحكم به من بحيرة السد إلى مفيض طوارئ السد. ونتيجة لقوة تيار الماء المنساب مع مفيض الطوارئ، تشكلت حفرة في أرضية المفيض الخرسانية وتحطمت الحواجز الجانبية، مما أدى إلى خروج المياه من قناة المفيض وجرفها للتلال الترابية المحيطة، والتي تشكل خطرا في حال وصولها لجسم السد الرئيسي. أولا، سد بحيرة دونلاب. في أحد المناظر الطبيعية الغير متوقعة، انهار جزء من السد الواقع على بحيرة دونلاب بالولايات المتحدة في 14 من مايو من سنة 2019، وأدى ذلك إلى ترك العديد من مالكي المنازل منازلهم. في المقابل خلق هذا أجواء رائعة نتيجة انخفاض منسوب المياه في الجزء العلوي من البحيرة وامتلاء الجزء السفلي منها، إلى أن غمرت المياه المنازل القريبة من البحيرة.